يعني اينشتاين لما يعرف الغباء قال لي انت تعمل نفس الغلط مرتين وتستنى منه نتيجه مختلفه، واحنا كمصريين يعني ما بنتعلمش، عملنا نفس الغلط تاني مره اهو ونستنى منه نتيجه مختلفه ويحصل نفس النتيجه الاولانيه. في كاس العالم 2018 لما تاهلنا الاحتفال طبعا كاننا خدنا كاس العالم، مش كاننا وصلنا بس، وده طبيعي لان كان بقالنا 30 سنه ما رحناش وبتاع، بس فرحنا فرحه مبالغ فيها شويه. نجوم رايحه مع بعثه المنتخب، ممثلين بقى على مغنيين ولاعيبه بتعمل اغنيه بتعمل اغاني وتعمل اعلانات كتير قوي كاننا كسبنا كاس العالم. اللعيبه بقى رايحين فاكرين نفسهم يروحوا يتكرموا ويجوا. كاس العالم ساعتها في روسيا 32 في المنتخب، احنا كنا نروح 30. ودلوقتي برضه عشان صعدنا كاس العالم، صعدنا هي في نسخه من كاس العالم. انا لحد دلوقتي مش مصدق ان احنا صعدنا اصلا. كل برضه جايبين مطربين في الملعب زي كابتن حماده هلال، كابتن احمد سعد نازلين وعمالين يغنوا، في ممثلين قاعدين جوه الاستوديو التحليلي، واللعيبه لابسه تيشيرتات احتفال، والفريق كله قالب ام مكه، شاهد ام مكه لابسه طرحه، ام مكه ماشيه مع صلاح، ام مكه بتعرف تمشي، ام مكه بتعرف تطبخ.